مباراتنا بكره قدام سيمبا التنزاني مش سهله. اول حاجه ربنا يبعد عننا عين بيراميدز، كانوا بيشاركوا معانا في دوري ابطال افريقيا، اكيد نفسهم كانوا يشموا الادوار الاقصائيه. نتمنى ليهم والله من القلب ان هم يحققوا السنه الجايه مركز متقدم، المركز الثالث يكون من نصيبهم السنه الجايه ان شاء الله. بس مباراه بكره نتمنى ان شاء الله عم كولر يكون فايق ومركز ما ينساش بكره التغييرات، لان لو نسى بكره التغييرات لعبتنا مقطوع نفسها. بتتكلم في توقف دولي لعيبه الاهلي، 8 لعيبه كانوا بيشاركوا وارهقهم تماما. فمباراه بكره الحمد لله مش هتكون في نهار رمضان ويكون نفسنا مقطوع اكتر. هنلعب بكره في اجواء كويسه جدا بعد الفطار، ربنا يكرم لاعبتنا ان شاء الله وتكون مركزه وتكون فايقه كده ونحقق نتيجه ايجابيه. مباراه بكره كمان مش سهله، معاهم بن شيخه اللي كان بيلعب مع اتحاد العاصمه وقدر ان هو ياخد مننا السوبر الافريقي في بدايه الموسم، فبرضه مدرب هيلعب بطريقه اكيد دفاعي كويس جدا وهيحاول يخطف جون، وهيستغل بكره طبعا عامل الارض بالنسبه له. فمباراه مش هتكون سهله على المستوى التكتيكي. الحاجه الثانيه احنا عندنا بقى غيابات ولا حرج، كان مستشفى موجوده، فبتتكلم في محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، امام عاشور، بتتكلم كمان في اليو جانجو، بتتكلم في وسام ابو علي. فمباراه بكره تشكيل هيكون عندك في بعض المراكز اجباري، مصطفى شوبير في حراسه المرمى، قدامه بقى ثنائيه رامبو ربيعه ومحمد عبد المنعم، مع جنبه علي معلول، ومليون في المية هيكون محمد هاني، ان يكن عم كرة فاجئنا يلعب خالد عبد الفتاح. نص الملعب انت بقى عايز تستحوذ على نص الملعب، هتلعب بالثلاثه اللي هو عمرو السوليه ومروان عطيه، واكيد هتحط معاهم احمد نبيل كوكا. عايز بقى تخترق وتهاجم وتفضل تلعب لقدام، ممكن تشوف عمرو السوليه قاعد على الدكه وبيلعب طبعا قفشه او احمد نبيل كوكا، واحد من الاثنين، وقدام بقى بيرستاو وموديست وان يكن رضا سليم او حسين الشحات. فمباراه بكره يعني زي ما بنقول ان شاء الله بس ربنا يوفق عمو كولر، يختار اللاعب الاصلح واللاعب الاجهز فنيا، ما ينساش التغييرات عشان لاعبتنا مقطوع نفسها. فاحنا مش هنبقى قدام الشاشات بقى كمان مقطوع نفسنا وقاعدين يعني بنستغفر، عايزين بس في شهر الكريم نحمد ربنا ان شاء الله، ويكون الفوز من نصيبنا بكره ولاعبتنا تقدم اداء رجولي. عايزين نكسب. المشوار بالنسبه لنا لنهايه البطوله اللي اعلن اليوم، المباراه النهائيه بتاعتها تكون في يوم 18 مايو، وبالتالي انت كل مباراه الاياب في الادوار الاقصائيه تكون على ارضك في وسط جمهورك، مباراه النهائيه كمان على ارضك. ففرصه اللعيبه ما تفوتش الفرصه في ايديها، ونحاول باذن الله ان احنا نستغلها ونحقق البطوله ال 12 في تاريخنا. مباراه بكره مش سهله، هيبقى عندك رطوبه. عم كولر قال في مؤتمر الصحفي النهارده سيمبا فريق مستوى زي مستوى الاهلي، احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه بكره. بيقول عوامل الرطوبه والتاثير بتاع الارهاق بتاع اللعيبه مش هيكون يعني عائق ان شاء الله في مباراه بكره. نتمنى ذلك، نتمنى نشوف لاعبتنا على ارض الملعب واقفه على رجليها، اللعيبه تلعب الكوره السهله، ما نفقدش الكوره بسرعه، بل بالعكس سيمبا عايزينه هو يجري على الكوره وراه ويجري ورا الكوره، فبالتالي لعبتنا تكون مرتاحه. نحاول ان احنا نخطف جون في بدايه المباراه ندربك بيه بن شيخه وخططه التكتيكيه، وفي نفس الوقت انت بقى ترتاح، شد لحافك وبص كل الكوره تجيلك احدف على القاهره هنا ان شاء الله. فنامل ان شاء الله بكره ربنا ينفخ في صوره مصطفى شوبير في حراسه المرمى، يكون يعني اداؤه عالي جدا ويبعد عنه اي كره صعبه. كذلك عمو موديست ربنا ينفخ في صورته في جول لو لعب اساسي، اي كره جون يخطأ نص فرصه. احنا مش عايزين يعني فتلعب تقعد تلعب متضايق طول المباراه ومتكتف، هتجيلك فرصه هوب جيبها شد لحافك خلاص كسبت المباراه. فده ما نتمنى ده يحصل في مباراه بكره ان شاء الله. اكيد هنشوف جمهور كتير جدا، نتمنى ان احنا نحوله عامل يعني ايجابي بالنسبه لنا، يكون ضغط على فريقه باذن الله، ونتمنى ان شاء الله نخرج من المباراه دي بدون اصابات عشان لما نرجع مباراه العوده ما نفقدش عناصر اكتر ما احنا فاقدينها. الحاجه الثانيه اللعيب اللي هيكون نفسه مقطوع عم كولر ما تستناش كتير، ما تستناش بقى للدقيقه 80 وتسرح وتنسى التغييرات، لا من بدايتها اللعيب اللي انت شايف ان هو مش هيأدي اداء رجولي في الملعب اسحب على طول واعمل اول تغيير، بحيث ان انت يعني اللعيبه تكون قادره تقف على رجليها ونكون احنا قاعدين قدام الشاشات متمزجين. عنده ثقه ان الاهلي في الادوار الاقصائيه رتمه هيبقى هيعلى من مباراه بكره ان شاء الله، ما هيبقاش عندنا يم مرحميني باذن الله من مباراه بكره. نتمنى ان شاء الله حسين الشحات يكون في كامل فورمته واستعاده عافيته، انه هيفرق معانا كتير جدا في عوامل الهجوميه. نتمنى ان شاء الله نستغل الخط الخلفي لسيمبا التنزاني ونسجل في مباراه بكره، قادرين ان احنا نسجل، قادرين ان احنا ننتصر، لعبتنا تكون مركزه، وربنا يوفقنا في رمضان بكره ان شاء الله، ويبعد عندنا بيراميدز وغير بيراميدز، ونامل ان شاء الله الاهلي يحقق البطوله ال 12 في تاريخه باذن الله.